لما بدأت مفاوضات كامب ديفيد مع الإسرائيليين، رئيس السادات كان هدفه الأساسي الأمريكان يبقوا في صفنا. وملخص خطته باختصار: مصر تقدم عرض، وسواء قبلته إسرائيل أو رفضته في الحالتين كسبنا دبلوماسيا وسياسيا، وأمريكا بقت على الحياد لو ما وقفتش معانا. والخط الأحمر مفيش تنازل عن شبر من الأرض. وقبل ما يسافر اجتمع مع أقرب شخص ليه وقتها وهو الدكتور أسامة الباز، وطلب منه يكتب العرض اللي هتقدمه مصر في المفاوضات. وحصل فعلا، وأسامة الباز كتب مسودة خطة السلام المصرية. وفي أمريكا السادات قدم الورقة لجيمي كارتر، لكن كارتر انزعج وهو بيقرا. والسر إن الخطة المصرية بتطلب من إسرائيل الانسحاب الكامل من سيناء وتفكيك كل المستوطنات في الأراضي المحتلة ودفع تعويضات عن استنزاف بترول مصر وإعلان دولة فلسطينية خلال 5 سنين، وكمان توقيع إسرائيل على اتفاقية حظر الأسلحة النووية. كارتر قال للرئيس السادات: أنا ما أقدرش أعرض الكلام ده على مناحم بيجن، الراجل مريض بالاكتئاب ولسه جاي من العلاج في سويسرا. السادات رد: في المقابل أنا مستعد للاعتراف الكامل بإسرائيل وإقناع الفلسطينيين إن هم يقبلوا بحكم ذاتي لحد إعلان دولتهم وتفكيك المستوطنات. وهنا الرئيس السادات انفعل وقال: الأرض غير قابلة للتفاوض، أي ضمانات أمنية ثانية لإسرائيل أنا موافق عليها. وانتهت القعدة على كده. وبالليل كارتر عمل عشاء عشان يهدي الجو شويه، وعرض على الرئيس السادات خطه بديله للسلام. لكن المفاجاه ان السادات ما علقش، واللي انفعل جدا ورفض الخطه كان اسامه الباز، لدرجه ان كارتر قال السادات ارحم منه. والصبح لما السادات ما خرجش يتمشى زي عادته كل يوم، جيمي كارتر صرخ وقال الباز موت السادات، وطلب من الحراسه تروح تطمن عليه، لكن لقوه موجود في مقر اقامته عادي. وفي الوقت ده تقارير المخابرات الامريكيه اللي اتقدمت لكارتر قالت اسامه الباز هو عقل الرئيس ومفتاح الحل معاه، وعشان كده قرر يجتمع معاه بشكل منفرد عشان يوصلوا لحلول وسط ترضي الكل. وبعد اجتماعين منفردين حطوا خطوط عريضه لاتفاق السلام، وكان باقي موافقه السادات وبيجن، وتحدد يوم للاجتماع الحاسم من الاثنين ومعاهم الرئيس الامريكي. والرئيس السادات صمم ان اسامه الباز يحضر الاجتماع، ولما الامريكان والاسرائيليين اعترضوا قال لهم خلاص هيقعد بعيد ويسجل الجلسه من غير تدخل. بس اسامه الباز اتفق معاه على حاجه: لو مسك القلم وكتب يبقى الكلام تمام، ولو فضل ماسك القلم في ايده وما كتبش يبقى الرئيس السادات يتمهل وما يديش موافقه ويطلب مهله تفكير، ولو ساب القلم من ايده خالص السادات يرفض اللي بيتقال. والاجتماع كان ايجابي جدا، ووصلنا لاتفاق سلام رجع عرضنا، وقدرنا نجيب للفلسطينيين اقصى ما يمكن، وهو بدايات للحكم الذاتي والتاكيد على الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني او بوادر حق تقرير المصير. وكانت دي نقله كبيره جدا. ويوم توقيع اتفاقيه السلام الرئيس السادات لقى الفلسطينيين عاملين مظاهرات قدام البيت الابيض وبيشتموه، والموقف زعله. وعشان كده لما جه يقول خطابه بعد التوقيع فوت صفحتين كانوا عن القضيه الفلسطينيه. وبعد ما خلص اسامه الباز قال له: يا ريس في صفحتين من الخطاب سيادتك نسيتهم. فرد السادات قال له: الواد فوزي ضيعهم، وكان يقصد سكرتيره فوزي عبد الحافظ. لكن الحقيقه ان الرئيس السادات هو بنفسه اللي رمى الورقتين على الارض وكمل خطابه من غير ما حد يحس ان في حاجه غلط، ومحدش خد باله غير اسامه الباز عشان كان الشخص الوحيد اللي راجع الخطاب مع الرئيس قبلها بليله. وبعد شهور اسامه الباز كان قاعد معاه قعده وديه، فقال له: فاكر يا اسامه لما رحنا نوقع الاتفاق عشان الفلسطينيين ومصلحتهم؟ انا كنت بساندهم لكن لقيتهم بيهتفوا ضدي، فخدت الورقتين ورميتهم تحت المنصه يمكن يتعلموا الادب. وللاسف دفعوا ثمن الموقف ده غالي جدا. وزي ما قال الرئيس مبارك الله يرحمه، الاتفاقيه كان فيها مبادئ كويسه جدا، ولو كان الفلسطينيين اخذوا بيها وتفاوضوا عليها ما كانوش وصلوا للكارثه دي.